شيفاستا. ازيكم يا اجمل شيفستات. شيفاستا هتعمل معاكم الشيبسي اللي بجد على اصوله عشان ولادنا، وعشان ما يبقاش فيه اي حاجه انت حارمه ولادك منها، ما يجيبوهوش تاني ابدا من بره ويقولوا لك يا ماما احنا عايزين الشيبسي ده بتاع شيفاستا. هتعرفي معايا النهارده كل التكات والحركات اللي تطلع معاكي الشيبسي مظبوط وبيقرمش بالشكل اللي انت شايفاه ده. شيفاستا. لو عايزة تعرفي أسرار الشيف وتطبخي بكل سهولة، اشتركي في قناة شيفاستا وفعلي الجرس. مع شيفاستا كل الستات شيفستات. المكونات: بطاطس والأطعمة، جبنة وشطة وليمون وخل وملح. اول حاجه طبعا البطاطس بتاعتي يفضل ان انت تجيبيها البطاطس اللي لونها احمر غامق بالشكل ده، لان دي افضل بطاطس في التحمير وخصوصا في تحمير الشيبسي، بتبقى مقرمشه جدا عن اي بطاطس تانية اللي هي البطاطس الفاتحه بتاعت التحمير او بتاعت الصينيه اللي احنا بنجيبها، وبتبقى سعرها زي سعر البطاطس العاديه بالظبط. فلو انت لقيتيها فورا تجيبيها عشان تعملي بيها الشيبسي. ممكن تقطعيها على قطعه بالشكل ده هتبقى سهله معاكي، او في مبشرة على السن ده برضو بتطلع لي الشيبسي جميل جدا ورفيع، او بكمان اللي هي القشارة بتاعة البطاطس اللي بنقشر بيها البطاطس من بره برضو بتطلع لي شيبسي رائع جدا زي ما انتوا شايفين كده. يبقى دي 3 طرق مختلفة، والطريقة الرابعة هي اني اعملها بالسكينة بالراحة كده. لو انتي مش بتحبي الطرق ديت وبتحبي تشتغلي بالطريقة التقليدية، برضو البطاطس دي بتساعدك كتير على انك تعملي الشيبسي بتاعها مظبوط. المهم السكينة بتاعتك تبقى حامية وتقدري انك تتحكمي في البطاطساية. بغسل البطاطس كويس قوي بالمية كذا مرة، وبعدين بقسمها بقى على 3 اطباق عشان نعمل الاطعمة المختلفة بتاعتنا. اول حاجة طعم الشطة والليمون، بكون عصرة ليمونة كبيرة وحط عليها معلقة شطة صغيرة ومصفياها في المصفى عشان الشطة بتاعتي ما تنزلش في الزيت وانا بحمرها وتتحرق وتديني طعم مش كويس. والطعم التاني هو الخل والملح، معلقتين خل كبار عليهم معلقة ملح صغيرة، وبحطهم على البطاطس بدون اي مية عشان ما يخففليش من طعم التوابل بتاعتي. اما التالتة فهي اللي هحط عليها جبنة بعد ما تخرج، فدي مش هحط عليها حاجة قبل التحمير. في زيت غزير على نار عالية، دول أهم شرطين للشيبسي، إن الزيت يكون غزير والنار تكون عالية، وبقلب فيه بشكل مستمر عشان الشيبسي ما يتحرقش من على الحروف ويبقى لسه أبيض من جوه. شايفين ياخد اللون الذهبي الفاتح من كل الأماكن بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هو ده الحاجة المظبوطة، بس بحاول إن أنا أقلبه بالراحة قدر الإمكان عشان ما يتكسرش معايا في قلب الطاسة وأنا بحمر الأطعمة. طبعا الخل والملح بيبقى ابيض زي ما هو. الشطه والليمون لو حابه اديله لون زياده بحط عليه شطه لو انت حابه يبقى مشطشط قوي، لو مش حابه مشطشط ممكن تحطي عليه بابريكا زي ما انا حطيت كده بحيث انك تميزيه باللون وكمان يديله طعم جميل قوي البابريكا. تالت حاجه هو الجبنه. لو عندك اي جبنة رومي نشفت منك في التلاجة او حطيتيها بره ونشفت، بتضربيها في الكبة او المطحنة بتاعة التوابل بتبقى بودرة بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبترشيها على الشيبسي اول ما يطلع من النار على طول عشان تسيح عليه وتديني الطعم والريحة بتوع الجبنة. يا ريت تجربي الشيبسي ده لانه روعة وبيقرمش جدا، وتقولي لي رايك في التعليقات. وبالهنا لو والشفا. عجبتكم فيديوهات شيفاستا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس اللي جنب السبسكرايب.